أهلا، معانا مجموعتين. المجموعة الأولى الحجر الأحمر، المجموعة التانية الحجر التركواز. يلا بينا نشوف مشاعر حبيبك اتجاهك في اللحظة الحالية. اكتب في الكومنتات انوي ان استقبل الطاقة. خلينا كده نشوف طاقتك ايه في الوقت الحالي اللي بتسمعني. طاقتك ايه في الوقت الحالي اللي بتسمعني. والله انا شايفة ان اللي بتسمعني انت ممكن حد رومانسي قوي، وحد حنون، وحد يعني طيب قوي، وبتقدر الجانب الرومانسي اللي جواك. شايفاك حد عادل جدا وحكيم. شايفاك متوازن قوي، بتبحث عن علاقة يكون فيها سعادة، استقرار، تناغم، امان. ولكن واضح ان انت ممكن دخلت في علاقة، للبعض ممكن هيكونوا متورطين في زواج رسمي ولكن مش مناسب ليهم. يعني بنسبة 11% من اللي بيسمعوني يعني متزوجين ولكن علاقة فاشلة أو علاقة زواج مش محققة لهم الاستقرار والسعادة اللي هما بيدوروا عليها. للبعض الأغلبية ممكن ارتبطت بحد على أساس هتستقر معاه أو هتتجوزه أو إن علاقتكم هتترسم، وفجأة يعني وقت ما انت كنت حاسس ان الشخص ده نصك التاني او شبهك او ان العلاقة هتبقى كويسة، حصل خلل في العلاقة. ممكن الشخص ده انسحب، ففي حاجة حسستك ان مفيش توازن في الموضوع. انت بقيت بتدور على اتزان في الوقت الحالي. شايفاك متغاظ من حد معين، عندك طاقة غيرة. ممكن عايز تخانق في الشخص ده او تكلمه، تخرج تنفس عن غضبك في كلام جواك عايز تقوله للشخص ده. شايفة يعني طاقتك ممكن انت يعني حد جميل قوي، وبتهتم بشكلك ومظهرك الخارجي ممكن جدا وبتديله عناية. حد برضو طاقتك يعني ايه، اي حد بتدخل معاه دايما بتميل ان انت اللي تدي او تكون معطاء في العلاقة. شايفاك ممكن البعض يكون صغير في السن او جميل قوي، فممكن متغاظ ان الشخص ده ما تأثرش بجمالك او تجاهل كل جمالك او كل المميزات اللي فيك دي ومش شايفها، ومع ذلك بعد برضه. فانت عايز الشخص ده يرجع لك ويشتاق لك عشان تحس بقيمتك او تحس ان انت رجع لك حقك ممكن. طيب خلينا نشوف مشاعر حبيبك اتجاهك. انا شايفاك يعني معجب بيه وتوازنك اختل لما الشخص ده يسيبك او بعد. خليني اشوف مشاعره اتجاهك في اللحظة دي. مشاعره ايه اتجاهك في اللحظة دي؟ والله مشاعر الشخص ده اتجاهك في اللحظة دي، والله هو واضح ان الشخص ده هو كمان حياته اتلخبطت جدا لانه كان متعود على وجودك، فممكن لما انفصلتوا فجأة او حصل ان العلاقة دي انهارت او باظت، الشخص ده برضو معرفش يرتب حياته او يستقر في حياته من بعدك. شايفة مشاعره تجاهك، الشخص ده بيعشقك، بيحس ان انت نصه التاني، منجذب جدا ليك، شايفك مميز. حواليه كتير بس شايفك ان انت اجمل ما فيهم او اكتر ثقة في نفسك، اكتر جمال. شايف جمالك مميز. شايف انه لما بيقارنك بالاخرين بيحس انه هو اختار حاجة فريدة او مميزة. مختارك انت تحديدا من اللي حواليهم عشان حاسس ان بطاقتك، حاسس ان انت رقم واحد او مميز، فيك حاجة مميزة عن كل البنات او عن كل الرجال whatever. بس شايفة ان الشخص ده يعني بيحبك، منجذب ليك جدا، بس هو بيضطر يتعامل معاك ببرود او بقسوة الفترة دي عشان يكتشف مشاعرك انت اتجاهه ايه، هل بتحبه ولا لا. لان انت في الفترة الاخيرة بطلت تبقى واضح معاه او صريح،
فهو مشتاق لكلمة انه يسمع منك انا ان انت بتحبه، وشايف الشخص ده مش سعيد، حاسس باكتئاب ووحدة، منعزل جدا من بعد انفصالك عنه. حتى لو في حياته طرف تالت او متزوج، شايف الشخص ده ما بيحسش او بيحصل على مشاعر الحب دي او السعادة والدفى غير منك انت. عندي هنا برج العذراء والاسد، الجدي والجوزاء. مترتبطش بالابراج لان كل الطاقات طالعة معانا. مش معنى لو برجك مظهرش يبقى القراءة مش ليك. خليني كده اشوف رسايل منه، رسايل من الشخص ده. رسايل من حبيبك، يقولك انا منجذب جدا ليك، انا سبتك قبل ما انت اللي تسيبني، انا عارف كويس اوي انا بعمل ايه، انا اتعلمت دروس كتير اوي في العلاقة دي، انا بسمع اغاني واقعد افكر فيك، انا عايزة احس المشاعر اللي بحسها معاك دي مرة تانية، انا خايفة اتواصل معاك، حياتي مش زي ما كنا مع بعض. شايفة ان الشخص ده حياته ازدادت سوء وانهارت بعد ما انت انفصلت عنه. شايفة الشخص ده مشتاقلك وعايز يتواصل معاك بس خايف ان هو يتواصل معاك. يقولك انا منجذب جدا ليك، انا سبتك واتخليت عنك قبل ما انت اللي تسيبني. هو كان حاسس ان انت زعلان منه وهتسيبه، فقال اسيب انا الاول، وكان مفكر ان هو كده بيعمل الصح. الشخص ده مشتاق للمشاعر اللي بيسمع يعني اللي بيعيشها معاك، وبيقعد يسمع موسيقى واغاني وبتاع ويفكر في المشاعر اللي كان بيحسها معاك، ومفتقد الاحساس ده وعايز يعيشه مرة تانية. هشوف مثلا لو انتوا منفصلين يعني امتى الرجوع. لو انتوا منفصلين امتى الرجوع؟ والله انا شايفة ان الشخص ده متعلق بشغله، وده ممكن ان عامل عقبة او مشكلة في العلاقة. شايفة طاقة الرجوع السريعة هتكون خلال عدة واحدة من وقت سماعك للقراءة، للبعض هتكون شهر، يعني ممكن للبعض 16 يوم. طاقة برج الاسد بقوة، والثور. طيب والعذراء برضه. خلينا كده نشوف اللي اختار الحجر الأزرق مشاعر حبيبك اتجاهك في اللحظة دي. هنشوف طاقتك الأول اللي اختار الحجر الأزرق، طاقتك ايه في الوقت الحالي. تختار الحجر الأزرق، طاقتك ايه في الوقت الحالي. طاقتك ايه في الوقت الحالي، اختار الحجر الأزرق. والله أنا شايفة إن اللي اختار الحجر الأزرق يعني شايفة إن انت طاقتك ممكن حد روحاني قوي، متدين جدا، ممكن قريب من ربنا، بتعمل عباداتك، بتصلي، ملتزم جدا دينيا الفترة دي. شايفاك برضو بتدافع عن نفسك بقوة. شايفاك ممكن أهلك أو الناس اللي حواليك ضدك أو بيسببوا لك مشاكل، بس انت بتحاول تقاوم على قد ما تقدر، بتحاول ما تستسلمش، بتحاول تدافع عن حدودك الشخصية. شايفاك في الوقت الحالي مهتم بنفسك وبتحاول تصلح على قد ما تقدر. يعني لو كان الآخرين بينتقدوك بتحاول ان انت تدعم نفسك او تشجع نفسك. بتحاول ان انت تتشافى او تصلح حاجات يعني الآخرين كسروها جواك ممكن. شايفاك برضو بتدعي عن اللي ظلموك، شايفاك قريب جدا من ربنا، ممكن تعمل يوجا، بتصلي، بتعمل رياضة، مهتم بالحاجات اللي بتحسن لك من نفسيتك. شايفاك عارف كويس قوي قد انت مميز، وده بيثير غيرة من الأشخاص اللي حواليك. عارف كويس قوي مين اللي بيكرهك ومين اللي بيتكلم عليك في ظهرك، ومين اللي بيبين لك من قدامك ان هو بيحبك ومن وراك بيتكلم عليك بشكل وحش. شايفة دايما محيطك اللي حواليك بينافسوك، أشخاص بيضربوك في الظهر. شايفة أشخاص برضو عشان هيبتك وكاريزمتك ممكن بيحاولوا ان هم يستفزوك او ينكشوك، يعملوا حاجات تضايقك. ممكن كمان يكون الحبيب بسبب ثقتك الزيادة في نفسك او ان انت حد عالي او كاريزما قوي او ناجح، الحبيب ممكن بيستفزك او بيعمل معاك حركات يعني مستفزة، ان هو اون واوف، او يظهر لك الحب وبعدين اول ما انت تتجاوب معاه يطلع يجري، فبيعمل حركات ممكن غرضها ممكن أذية. شايفة كمان لو انتي زوجة فممكن تعرضت لخيانات او معاملة مش كويسة من الزوج ممكن ومستحملة.
شايفاكي يعني بتحاولي تشوفي الحاجة الكويسة في كل حاجة من الحاجات اللي بتحصل لك. ممكن شايفاكي في الوقت الحالي بتفكري ان انتي تتحرري من القيود او المشاكل اللي بتعملي بتتشافي. شغالة على نفسك ان انتي ما تتوهميش نفسك بحاجة او تخافي من حاجة. ممكن يعني كل يعني شغلك في الوقت الحالي هو على ذاتك، على تشافيكي، على انك تحرري نفسك من قيود، من مخاوف، من الوهم، تتشافي. وبتبذلي مجهود كبير في النقطة دي. ويعني بدأت تعرف انت مين، وان اللي حواليك بيعملوا كده فيك ليه، عشان بيغيروا منك، بيحقدوا عليك. بدأت تفهم النقطة دي لأنك يعني كانت مسببالك مشكلة زمان. ممكن خليني كده أشوف مشاعر حبيبك اتجاهك ايه في اللحظة دي. مشاعر حبيبك اتجاهك ايه في اللحظة دي. مشاعر حبيبك اتجاهك ايه في اللحظة دي. والله انا شايفة ان حبيبك ممكن رافض الصلح، رافض ان انتوا تتكلموا او ترجعوا، رافض التواصل، كاتم مشاعره، ممكن حاسس بالملل والخنقة، ممكن بيضيع كل الفرص اللي انت بتديها له عشان تتصالحوا. شايفة الشخص ده يعني وجعك اكتر من مرة، ومسعاش انه يصلح كسرة القلب اللي حصلت او الوجع. بالعكس، بل كان بيهرب ويبعد ويزود في البعد اكتر واكتر، لحد ما انت يعني فقدت الامل او زعلت دايما. العلاقة دي ممكن مقفولة او تحس ان هي خلاص انتهت. انا شايفة ان حبيبك معجب بيك، مهتم بيك، ولكنه يعني عنده نقص في الكتمان، يعني عنده نقص قصدي في التعبير، ممكن على طول كتوم. شايفة يعني الشخص ده بيحبك، ولكن عشان انت شخصية جادة وبتحب الاستقرار، الشخص ده ممكن كان مش كده، كان عايز العلاقة يعني شوية بحبك وشوية احنا صحاب. كان عايز العلاقة يكون ماشية بطريقة غير متوازنة. فالشخص ده يعني ما كانش متوافق مع الجدية بتاعتك، وعشان كده يعني العلاقة باظت. شايفة الشخص ده هيحاول يتواصل معاك تاني او يكلمك لو انتوا منفصلين في طاقة رجوع خلال 10 عدات، قد تكون شهر 10 او يعني 10 اسابيع من وقت سماعك للقراءة. البعض طاقة الرجوع هتكون سريعة جدا. ممكن انت بقيت واقف للشخص ده ومش عايز تضحي، وشخصيتك قوية جدا، والشخص ده فهم تغير شخصيتك وفهم النضج اللي حصل عندك، فمش هيعرف يستغلك او يكذب عليك مرة تانية. فانت لو رجعلك وحسيت منه كذب او خداع، ممكن هتروح انت رزع وبلوك، يعني ايه، تعلمه فيه الادب. خليني كده اخد لك رسائل من الشخص ده. رسائل من الشخص ده بيقولك: انا عارف ان انا تجاوزت الحدود معاك، انا في الوقت الحالي بستشفى، انا بحبك، انا عايز نكون اكتر من مجرد اصدقاء. انا بحاول اشغل نفسي كتير في العمل عشان مفكرش فيك، بس بفكر فيك برضو. انا عارف ان انا يعني انت كنت السبب الرئيسي ان انت يعني ما حسش بالألم في يومي. انا هكون معاك مرة تانية. انا عارف ان ده غلطتي وان انا القيت اللوم عليك. متنساش تحط لايك وتكتب في الكومنتات: استقبل الطاقة.